اوكي اصدقاء، اليوم الفيديو راح يكون عن هذا الشخص اسمه عولي. هذا الشخص من فلسطين ومات من شي اسبوع، الله يرحمه الله يرحم كل الشهداء اللي ماتت في فلسطين. اوكي هذا الولد بالمستقبل كان بده يصير يوتيوبر، بس للاسف رب العالمين طعمه احسن من هيك وطعمه الشهاده. السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. جيتكم فيديو جديد معكم محمد. اوكي يا جماعه تواخذوني، صار لي غايب 3 اسابيع عن جد، بس ماني نفس اني اصور اقسم بالله. اوكي مثل ما شفت بدايه الفيديو من عنوان، اليوم الفيديو راح يكون عن حومي، ما بعرف نسيت اسمه يا ولا اسمه حومي، المهم الله يرحمه. المهم هذا الولد كان بده يصير بالمستقبل يوتيوبر، بس للاسف رب العالمين طعمه احسن شيء وطعمه الشهاده. المهم الله يرحم الشهداء والله يرحمنا جميعا. وابو فله نزل فيديو على هذا الشخص، فخلينا نشوفه. السلام عليكم جماعة. كنت قاعد اتصفح على الانستغرام، واحدة من الحسابات اللي احب اتابعها هي حساب بدر قرية العجائب. جدا يا اخي قصصك جدا جبارة والله، الله يعطيك الف عافية، المحتوى الجميل. كنت قاعد اتابع الستوري حقه، بعدين شفت المقطع هذا. معكم عولي وفيديو جديد. عولي. اوكي يا اخوان، الفيديو هذا فيديو تعريفي، هذا كان لازم انزله من زمان بس نزل اليوم. حينزل اليوم الخميس 18/8/2022. اوكي يا اخوان، تعريف عني، انا عولي الدوس، فلسطيني من غزة، العمر 12 سنة. عولي الدوس. هدف القناة طبعا نصل 100,000 مشترك و500,000 ومليون، وبإذن الله لل10 مليون، وبدعمكم وبمحبتكم. اوكي طبعا شكرا على 1000 مشترك، وبيس اوت. بيس اوت يا وحش. شفت الستوري هذا عند بدر. عوني كان يحلم يصير يوتيوبر كبير ويقدم محتوى جميل، لكن عوني استشهد وصار طير من طيور الجنة. الله يرحمك عوني، والله يرحم جميع الموتى يا رب، ونتقابل باذن الله بالفردوس الاعلى يا رب باذن الله، طير من طيور الجنه ان شاء الله. امين يا رب. تكملة الستوري بدر دخلت على حسابه وحصلته يتابعني، ودخلت على الخاص وحصلته كاتب لي وانا ما شفت الرسائل. كمية القهر اللي حسيت فيها ما توصف. اوكي عوني بتابع ابو فله وبعت له رسائل على ما اظن. المهم خلينا نكمل، والله يرحمه ويرحمنا جميعا. طبعا رسل له: يا اخي وربي اعشقك واعشق فيديوهاتك، استمر يا اسطوره. يا رب يكون تواصل معي، يا رب يكون ما يعرفني، يكفى لا تقول انك تواصلت فيها. ان شاء الله يكون مو متابعني ولا يعرف. فلسطيني من غزة، يوتيوبر، عندي 100,000. الله يرحمه يا رب. انا ما بعرف ايش بدي احكي، والله العظيم ما بعرف. يعني حتى انا كنت غير الديكور، بس الظروف والله يعني حتى كنت اصور فيديوهات بس ما مشتهي عن جد، ما بعرف ليش. المهم الله يرحمه ويرحمنا جميعا، والله يرحم الشهداء. برجع بكرر الله يرحم الشهداء اللي ماتوا في فلسطين. المهم خلينا نكمل. صوتك جميل جدا جدا. يا خيمة في بعد يا خيمة في بعد الشتاء فلسطين، في غزة جو اسطوري، سحلب ويا الفحم اشي خيالي، وكستنا على الفحم، اتمنى تجي على فلسطين. عن جد ما بعرف ايش دول، والله ما بعرف دول هذا الفيديو. لا شيء مستحيل واصل يا اسطورة. يلا انت دائما تحرجنا، انت اسطورة وقدوة، قدوتي وكل شيء. اتمنى ما تحرمنا منه. الأمور اللي قاعد تصير في فلسطين هي مو حرب، هي إبادة، هي قتل، هي سفك. احنا ما نقدر نسوي شيء، قدر الله ما شاء فعل. نكتفي بالدعاء، وإن شاء الله ربي بإذن الله راح يعين ويساند. راح نفقد ما أبي أسولف وكأن أنا عمري 30 سنة 40 سنة بس.
والله حرام انه يموت الولد هذا. قدر الله ما شاء فعل، استغفر الله بس. وهذا الطفل من كثير من الاطفال اللي اصغر منه بعد، اللي باذن الله هم طيور من طيور الجنه باذن الله الواحد الاحد. الله يشفيك يا ابو فلا متابع في فلسطين، الله يرحمك يا رب، الله يرحمك يا رجل، الله يرحمك. والله شيء يزعل، والله شيء يزعل. شنو ذنبه بهالعمر الصغير؟ كم عمره؟ والله شيء زعل، والله ما بعرف ايش دوي بهذا الفيديو عن جد، والله ما بعرف. اما الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة يا رب. الرجال كم عمره؟ كان شنو هو منزل اصلا؟ شنو منزل في حسابه؟ هذه قناتي يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عوني وفيديو جديد. اوكي يا اخوان، الفيديو هذا فيديو تعريفي، هذا كان لازم انزله من زمان بس نزل اليوم. هدف القناة طبعا نصل 100,000 مشترك و500,000 ومليون، وبإذن الله لل10 مليون، وبدعمكم بمحبتكم. اوكي طبعا شكرا على 1000 مشترك، وبيس اوت. وما التوفيق الا بالله. هدف عوني يا جماعة كان 100,000 ارجوكم. حاليا هو واصل 50,000، وصلوا 100,000 يا جماعة، وصلوا. هذه الدموع هي على وضعنا وحالنا احنا اللي قاعدين نعاني الان وقاعد نشوف اللي قاعد يصير. اما هم فانتقلوا لرب السماء باذن الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. انا اسف اني شاركت معاكم الشيء هذا، بس للاسف هذا الوضع اللي احنا عايشين فيه الان، وباذن الله الامور راح تتعدل. المهم اصدقائي وصلنا نهاية الفيديو، ما بعرف ايش دول عن جد، والله العظيم ما بعرف يعني. المهم الله يرحمه ويرحم الشهداء اللي ماتوا في فلسطين وارجع بعيدة، وهذا الشيء راح يفرج عن جد، راح يفرج. وحابب اقول لكم هذا، لكم شيء. سلام.